اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا أحلى عيلة في الدنيا؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة وصحة وسلامة ورزق من الله سبحانه وتعالى. اللهم امين رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم امين يا رب العالمين. عاملين ايه؟ بصوا احنا ايه عملنا حاجات كده اقتصادية، يعني يعتبر مش اقتصادية بس بس ما شاء الله خلطة والله العظيم جبارة جبارة جبارة. تنفع الغسالات في اوتوماتيك، الغسالات النص، الغسالات العادية. ما شاء الله. زمان رغوتها عالية. يعني ريحة ورغوة، توفير ونظافة. يعني أهم حاجة النظافة. بعد كده الريحة أنا كنت يعني جربت الخلطة دي وجبت الهدوم من على الحبل، ريحتها جميلة كده في الدولاب، ريحتها جميلة. جبت كيس أوكسي اللي هو ده. ده ب50 جنيه. 150 جرام هدية. هو الكيس أوكسي ده ب15 جنيه. دول ب10 جنيه. زهرة بيضة بدرية، ربنا يبارك فيها، مطبخ بدرية اللي قالت عليها، فقلت اما اجيبها اجربها. انا كنت عاملة من غير زهرة بيضة قبل كده. والفانش ده ب10 وب5 و3 صابونات كنت جبتهم بس ما عجبونيش خالص. الصابون ده مش حلو خالص، في رغوة كده، مش رغوته اللي تتبسطي بيها كده. فقلت اعمله كريحة للهدوم. والصابون البلدي ده برضو ده معمول، ربنا يبارك فيها حماتي وسلفتهم اللي كانوا عاملينه. خدت صابونة بشرتها كده بشرب الكبيرة ديت اللي هي الواسعة بالمبشرة. لقيت الصابونة هتبقى كبيرة كده، قلت مش هتقولوا مش هتبوش يا ماما، هي فعلا حسيت ان الكبيرة دي هي مش هتبوه. تاني مدايرة على الجهة دي. يعني بشرتها اللي هي رفيعة خالص انها تبوش معانا بسرعة في المية. هبشر ال3 صابونات بشرت اللي هي الكبيرة البلدي. شوفوا الفرق دي من دي. قلت لكم مش هعمل بالكبيرة دي، عملت بالصغيرة دي، اللي هي اللي خرمها الجهة اللي هي صغيرة قدامكم دي. عملت 3 صابونات بالريحة مع الصابونة البلدي اهو. عملت خلطة جبارة، فانا قلت لازم اوريها لكم. هي حلوة كده كده. انا يعني ما اشتريتش كل مرة واحدة، جبت اللي هو الكيس ده مرة، وكيس القرش صغير مع الزهرة مرة. الفانيش برضو جبته لوحده برضو خالص. والصابون البلدي عندنا. والشكارة الكبيرة دي بقى 5 كيلو. والله ما عارفة 5 كيلو ولا 10 كيلو. هي كانت ب130. الشكارة دي كان انا ما كنتش بجيبها نهائي، بس هنعمل قلت اما اجربها بقى زي ما اجيبهم. شفت كذا حد بدرية عملتها وكذا حد تاني برضو ما شاء الله عملوها وبيقولوا رغوتها حلوة. فعلا رغوتها حلوة. وبتنضف اللي هو الزهرة البيضة مع الخلطات ديت مع الفانيش ما شاء الله بينضفهم. طبعا الاوكسي لا غنى عنه، يعني كلكم عارفينه ما شاء الله بيبقى عامل ازاي. وقلت كيس انا كنت رايحه اجيب كيس اريال اصلا، يعني انا بحب الاريال جدا في الغسيل. فقال لي ده ده ريحته حلوه ليه الاوكس ده هيبقى حلو. جبت الطبق وحطيت في شكارة الاريال الكبيره، ونزلت عليه بالاريال اللي هو الاوكسي والاريال والفانيش والزهرة والخلطة الصابون اللي احنا بشرينها صابون بريحة وصابون بلدي. واقلب كله. جبت المعلقة عشان اقلب كده، هقعد اقلب كده بس هلاقي نفسي ان انا زهقت بالمعلقة، مش هقتنع بالتقليب بالمعلقة كده، لا هقوم رامية المعلقة ومقلبة بايدي. مش عارفة ما برتاحش الا لما بقلب بايدي. هي ما شاء الله ده هتقضيني مسافة، يعني ممكن تقضيني 3 4 شهور. كوباية احطها املاها مرة واحطها على الهدوم كده. مع بجيب انا دايما بجيب معايا المعطر اللي هو الدوني، كمان وبرسل جل. بحط شوية منهم فده مع ده بقى في فبساعدوا مع بعض. يعني انا بحس ببقى احب يعني الغسالة الرغوة بتنزل من الخرطوم مالية
الدنيا صراحة. انا عندي الصرف مفيش صرف في الحيطه، فالايه بسايبه الخرطوم في الارض كده. مني كل شويه ما بعمل اقوم غاسله منه الحمام الارضيه، الصابون بينزل في الارضيه بغسله. ما شاء الله بتبقى الرغوه ماليه الحمام كلته. والله العظيم بتبقى جميله، وتبقى الريحه، وبحس الريحه بتطلع بره علينا كده. ريحه الصابون والخلطه دي جميله. انا بقول لك بجيب الهدوم، جايبه الهدوم من على الحبل، ريحتها جميله جميله. فقلت لازم ايه. انا عملتها كم مره. انا كنت عامله الخلطه ديت بس مش بتاعه الفل دي. كنت جايبه اريال، آه، وشكارة صغيرة كده. ما كانش اسمها فل، مش عارفة كان اسمها، مش عارفة كان لها اسم تاني كده. قعدت معايا تقريبا شهر ونص يعني، والتالت يعني التالت ايه، يعني ما كانش في اسبوع ويخلص يعني. وفرت معايا حلو، وما كنتش مصوراها، ما صورتهاش معاكم. آه، فصراحة كنت بقولها اصور ايه. فلقيت فعلا يعني لازم اجرب، عملت التجربة دي لقيتها كويسة، والتانية كانت جميلة، بس ما صورتش والله. فقلت اصور، لازم اصور دي معاكم، لان فعلا في الوقت ده لازم نوفر ايه شوية. يعني كيس شجرة قرب 130، كيس قرب ب50 لو كبير، التاني ب15. الفانيش ب15، الزهرة ب10، الصابون يعتبر ب20، اكتر من 20 حتى، عشان الايه الصابونة البيضة. يعني يخش في ايه، في 200 تقريبا كده. هيقضوا كام شهر ما شاء الله، يعني مش هيخلصوا على طول. بتاخدي بالكوبايه وتحطي ايه على الدور في الغساله مع التاني، مع لو هتجيبي دوني او عجينه. ما شاء الله. ممكن باخد منه ايه في المسح الميه كده، المسح الشقه برضو شويه كده عليهم على طول. يعني هو جميل جميل يعني. جربيه مش هتندمي. هيوفر معاكي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا حي قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أو بعد ما خلصته حطيته في نفس الشكارة تاني. أنا عندي العبوات صغيرة ما كانتش هتنفع. انت اما احطه دور في الغسالة. أو الأولاني كنت ايه حاطة حاجات بيضة صغيرة غير صغير كده اللي بتاع عمر، إنما ده ايه اهو حطيت اهو. الكوباية مش هحط الكوباية كلها على فكرة. عايرة الغسالة بعمل تشغيل، وبظبط اللي هو الدورة، مبجيش بقى لا يم المية ولا يم الدورة دي متظبطة مع نفسها. وحاطة معاهم برسيل عادي، برسيل جل عادي، واللي هو الايه الدوني. بساعد معاهم. حطوا لايك واشتركوا في القناة، يا احلى عيلة في الدنيا. مع السلامة، الف مليون سلامة.